فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلنا إن ذبح البقرة قد تقدم على العلة في الذبح للبقرة، لأن في آخر قصة الذبح قال الله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكأن ذبح البقرة كان المراد منه أن يؤخذ بعض البقرة بعد أن تذبح ليضرب بها المقتول الذي اختلفوا في قاتله، فيحيى المقتول لينطق باسم قاتله. وكان المفروض أن تتقدم العلة في ذبح البقرة على ذبح البقرة، ولكن المؤمن يجب أن يستقبل أوامر الله بدون تعليل. فلو أن الله طلب ذبح بقرة بدون هذه العلة التي ذكرها بعد، لكان من الواجب أن نطيع الله وإن لم نعلم العلة. يعطينا هذا الدرس أن الإيمان بالله هو أصل التعليل لعلة أي حكم. فإذا قيل لك لم تصلي فلا تدخل في متاهة تعليل الصلاة، ولا تقول لأن الصلاة رياضة للبدن وتحريك لسائر الأجهزة، لأنه ربما رد عليك بأننا سنعلمك رياضة تحرك كل بدنك وتدير كل الأجهزة. وإن قيل لك لم تصوم فلا تقل لأن الصوم صحة ولأنه يعطيني الشعور بألم الفقير، نقول له إذا لو هناك إنسان صحيح يبقى مش ضروري يصوم، لو أن هناك إنسان فقير يبقى مش ضروري يصوم. لا، نقول له لا، أنا أصوم لأن الله قال لي صم، وأصلي لأن الله قال لي صلي. أنا أعبد الله لأن الله قال تقرب إلي بهذا اللون، فلا أقترح أنا اللون الذي أتقرب به إلى الله. وبعد أن تباشر مهمة العبادة ستجد الحلاوة. إذن فالحلاوة تأتي بعد الامتثال بتنفيذ الأمر، وليست الحلاوة علة لتنفيذ الأمر. وإلا فلو تقدمت علة الحلاوة لكان العمل مقصود به العلة، والعمل في العبادات مقصود به الآمر، لأن الله أمرني. ولذلك يقول توضأ بالماء، يقول لك تنظيف. طيب لما نفقد الماء يقول لي تيمم بالتراب وهو تقذير. إذن فالمسألة ليست لا تنظيف ولا تقذير، وإنما المسألة أن الله اختار أن نتقرب إليه بهذا، انتهى كل شيء. إذن فكان من الواجب أن نفهم من الدرس أن الله قدم الأمر بذبح البقرة عن العلة في ذبح البقرة ليعلمنا أن الأمر من الله يجب أن يفعل، لأن الله أمر به. أمر به لماذا؟ ماذا يحصل منه؟ هذا أمر يأتي لك بعد أن تفعل. والذين عللوا لبعض أحكام العبادة لم يعللوها قبل أن يفعلوا، وإنما فعلوا فذاقوا حلاوة التكليف فقالوا لقد كان لكذا ولكذا 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 ولكذا. إذن فعللوا لأنهم إيه؟ فعلوا وذاقوا. الله سرد هذه القصة ليبين لنا كيف تلكأ بنو إسرائيل، كيف تمحلوا الأعذار ليسوفوا ويماطلوا في تنفيذ حكم مراد لله. انظروا، قلنا إن الله يأمركم، ومعنى الأمر قلنا أن الأمر طلب شيء، والنهي أيضا طلب شيء، والاستفهام أيضا طلب شيء، والتمني أيضا طلب شيء. إذن فطلب الشيء يكثر.
يبقى إذا كان هناك أمر لم يحدث وتريد أن يحدث بعد أن تتكلم نسميه طلب بقى، نسميه إيه؟ طلب. فإن كان مطلوبك أمر مستحيل نقول ده نسميه التمني، كما قلنا ليت الشباب يعود، أنا أطلب أن يعود إيه؟ ولكن هل هذا يتأتى؟ يبقى ده اسمه تمني، أظهرت محبوبك في أن يكون فقط، إنما يحصل أو ما يحصلش لا زي ما يحصلش. يبقى إذا طلبت غير ممكن فاعلم أنه إيه؟ تمني. وإذا طلبت ممكنا يمكن أن يحدث. قال لك أتطلب صورته أم تطلب حقيقته؟ لا أنا عايز الصورة بتاعته، صورته. إيه يعني الصورة؟ اما أقول لك إيه؟ هل زارك محمد بالأمس؟ هل أنا أريد أن تقع الحادثة أو أريد أن أتصور ما حدث فقط في ذهني والحادثة وقعت بعيدة عني؟ هل يأتيك محمد غدا ليزورك؟ أريد الواقع يأتي في ذهني ولا صورة ما يقع أن يأتي في ذهني؟ يبقى ده اسمه استفهام. يبقى إن كان المطلوب غير ممكن نسميه إيه؟ تمني. وإن كان ممكنا أأنت تطلب الصورة أم الحقيقة؟ لا أطلب الصورة، يبقى ده استفهام. هل زيد عندك؟ هل معك كذا؟ هل تذهب إلى المكان الفلاني؟ أنا لا أريد الحقيقة وإنما أريد الصورة في إيه؟ في الذهن. طيب فإن أردت الحقيقة نقول له تريد أن لا تكون ولا تريد أن تكون؟ إن كانت الحقيقة اللي أنت طالبها لا تريد أن تكون يبقى ده اسمه نهي، لا تفعل كذا. يبقى أنا لا أريد أن تحصل هذه الإيه؟ الحقيقة، يبقى اسمه إيه؟ نهي. فإن أردت أن تحدث يبقى ده اسمه الإيه؟ الأمر. يبقى الأمر بقى طلبه ممكن، وهو الطلب للحقيقة في وجوده، مش كده؟ يبقى طلب فعل ممكن. هذا الأمر من مين؟ من أعلى منك. طب فإن كان مساوي قلنا ده يبقى اسمه إيه؟ التماس. اللي مساوي لك في المنزلة تقول له التمس منك انك تعمل كده. طب واللي اعلى منك في المنزلة تأمره ولا تلتمس منه؟ لا، يبقى بتدعي، بتدعوه وتترك له الخيار في ان يفعل او ايه او لا يفعل. لكن الامر عايز يفعل لازم، والتاني بترجح انه يفعل، لكن الثالث ما بتجزمش عليه انه يفعل، لانه ما دام اعلى منك يبقى هو يا يفعل يا ما يفعل. يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دعاء. هنا بيقول ان الله يأمركم، يعني يطلب منكم فعل امر ممكن ليقع. ان تذبحوا بقرة. بالله لو ان انسان بيعقل ادنى عقل والمطلوب ان يذبح بقرة، ايقول اسأل ربك ما هي؟ ما هي دي يسأل عنها عن الجنس، ماهيتها ايه؟ وهو قال لك بقرة، ما قالش حيوان تقول له يبقى ايه؟ ده بيقول بقرة، يبقى ده عايز ماهية. يقوموا من غبائهم برضو يسألوا ايه؟ يقولوا ما هي. يعني لو كانوا قالوا الاول من اول الامر ما لونها ما سنها كان يبقى معقول. فالله سبحانه وتعالى يلقن موسى عليه السلام الجواب الذي يبين انهم جهلة حتى في السؤال. جهل حتى، لان اللي ربنا بيقول له اذبح بقرة ما يقولوش ما هي، يجيب امر يشترك فيه البقر. لكن لو انه يعني بيمتثل على طول كان بمجرد ان يقال اذبحوا بقرة وهم حريصون على تنفيذ امر الله كانوا ايه؟ يذبحوا اي بقرة يجيبوا هيذبحوا، هتبقى بقرة ولا لا؟ اذا دي مماطلة او تمحيك في استبطاء التنفيذ والطاعة. انت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت، برتقان بصرة وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا، وبعد ذلك قلت للخادم هات لي يد برتقالة، ان كان حريص على ان ينفذ امرك يتم جاري ويجيب اي برتقالة تبقى كافي. لان لو عايزها بسرة كنت قلت له بسرة، كنت قلت له سكري كنت قلت سكري. فلو انه حريص على ان ينفذ الامر بمجرد ان يتلقى كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري ايه؟ يجيب اللي يلاقيه برتقاله من دي من دي من دي من دي من دي. ولذلك اللي يقول اديني برتقاله ثم ياتي له بسره ما يقولوش هات لا ده انا عايز سكري،
لانه كان يجب يقول له ايه؟ انا عايز سكري من اول الامر. فلما قالوا ما هي، انظروا بقى الى قله الادب حتى في التكليف. اولا سالوا عن الماهيه، والماهيه مذكوره في الامر، اذبحوا بقره. كلام على الاول. اما هم لما سمعوا لم يسارعوا الى التنفيذ، وبعد ذلك وجهوا سؤال غبي، واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات، وقالوا ايه؟ ما هي؟ فرد الله عليهم وقال للموسى قل لهم الجواب. لكن السؤال بتاعهم حتى مش بس يكفي ان هم قالوا ما هي، قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ادي اول ذله الايمان. هو ربك انت ولهش ربهم بقى. لو كان عندهم يعني استحضار الايمان بالله كانوا يقولوا ايه؟ ادعوا لنا ربنا يبين لنا ما هي. انما علشان يبين لك ان المساله دي بعيده عن ايه؟ عن ذهنهم وتفكيرهم، فاهمين ان هو بس رب مين؟ رب موسى. وبعدين لما قالوا يبين لنا ما هي، رد الله الرد وقال ايه؟ انه يقول، مش من عند مين؟ مش من عنده، بينقل الكلام اللي ايه؟ اللي انقال. انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني حتى راح قطع عليهم انهم يسالوا تاني، يعني بيقول لهم بلاش تلكؤ، انتم انا اجبتكم بغير الماهيه، لاني اريد ان اخطئكم في ان السؤال عن الماهيه سؤال غبي، لان الذي طلبته هو الماهيه وهي بقره، فما تقوليش ما هي، لان جواب ما هي هقول لك بقره، وانا قلت لك اذبح بقره ولا لا؟ هذا تخطيط. ولذلك كان الجواب بمساله السن، بيقول لهم السؤال ما كانش يبقى كده، سؤال غبي. انا كنت فاهم انكم تسالوا عن عمرها قد ايه، ولذلك اجابهم بما يمكن ان يكون جوابا للسؤال. وده بيسموه اسلوب الحكيم، اسلوب الايه؟ مش عايز يدخل في العلاجه زي ما احنا بنقول دلوقتي بقره ايه يا اغبياء يا اولاد الايه. طب ده انا بقول لكم بقره، وهو لما اقول لكم بقره يبقى تسالوا تقولوا ما هي، ما هو الجواب بقره وحد الله. يبقى اذا برضه عاملهم بلطف الرحمه، وقال يمكن فايتكم صيغه السؤال ما فهمتوهاش وانتوا تقصدوا ان انتوا تعودوا ايه؟ سنه. وبرضه جاوبهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وبعدين بقى حب يقطع عليهم باب اللجاجه وقال لهم ايه؟ فافعلوا ما تؤمرون. شوف كلمه فافعلوا ما تؤمرون تدل على انكم ايه؟ بتتلككوا. طيب كويس قوي. ايه لا فارض ولا بكر؟ الفارض في اللغه هي الشيء الواسع، والمراد ان تكون غير مسنه. ايه العلاقه بين غير مسنه وواسع؟ معنى فارض في اللغه الشيء الواسع، والمراد انها تكون مسنه، بدليل انه قابلها قال لا فارض ولا بكر عوان وسط بين ذلك وذلك. قال لك لان المسنه تتعرض للحمل كثيرا، وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يبقى بطنها مكان الولد يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اتساع. فما دام تشوف بطنها واسعه كده تعرف انها مسنه وولدت كثيرا فاتسعت بطنها فصارت فارضا. فصارت ايه؟ فارض. ده كلام عام. فارض ايه؟ لا فارض ولا بكر. بكر دي لها معاني متعدده. بكر اي لم يطأها فحل، او بكر ولدت اول مره، او بكر لسه ولدت مرارا بس مش باين عليها لانها لسه ايه؟ صغيره، ولدت مره ولا مرتين. كويس كده؟ عوان بين ذلك، يعني لا هي كده ولا هي ايه؟ يبقى العوان هي الايه؟ هي الوسط. فافعلوا ما ايه؟ ما تؤمرون، يعني اقطعوا لجاجتكم في الكلام. قاموا برضه رجعوا يقولوا ايه؟ تنبهوا من الرد ان السؤال بقولهم ما هي سؤال لا يليق ولا يتأتى، لانه سؤال غبي.
فجم المرة الثانية وقال لك احنا هنغير السؤال، قالوا ما لونها. بقى لما هو جاوبهم بالسن فتح لهم الابواب اللي ممكن ان يكون السؤال عنها، مش كده ولا ايه؟ فقالوا ايه ما لونها؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الصفرة لون من الالوان، فاقع لونها يعني صفرة ايه؟ فاقع شديدة، وتسر الناظرين كمان. يعني ايه تسر الناظرين؟ برضو قد تكون صفراء وقد تكون فاقع لونها، انما ما تبقاش زاهية كده. انت لما تشوف كده ماشية مكرمة منعمة صاحبها مثلا معتني به، تقوم تجد ذلك ناضح على جلدها، لمعان ونضارة وطراوة، مش كده؟ وضلوعها مش باينه. يوم الواحد لما يشوفها كده ايه؟ ينبسط. يبقى عايز كم وصف؟ صفراء وفاقع لونها وتسر ايه؟ تسر الناظرين، يعني كده بتلمع جسمها زي السمنه كده. صفراء ذلك لون معروف، وفي الالوان لا يمكنك ان تحدد لونا الا برؤيته، والا فلما اقول لك اللون الاسود وعايز اعرفه كده اقول ايه؟ يبقى فيه شيء تعريفه لا يتأتى الا بان تكون عالمه بالاستقراء الحسي. ولذلك انت بتجيب الولد تقول ده له ايه؟ وتعلمه انه اسود، وان ده ايه؟ اصفر، وده ايه؟ ابيض، وده ايه؟ تعلمه الالوان. انما ما تقدرش تقول له اللون الاسود ده هو ايه، ما تقدرش ابدا. يبقى اذا لازم المحسات في اللون لازم تسبق معرفتها في الحواس. وبعدين لما اقول لك صفراء يقوم يجي في ذهنك اللون اللي ايه؟ اللي انت عارفه. ولذلك بقول لك ما يقولكش الصفراء وهي كذا وكذا وابدا، ما يقدرش يحددها. ليه؟ لان تحديدها مشهدها. تحديد الالوان في ايه؟ في مشهدها. وليه؟ ام قال لك لان الالوان دي مزيج لا يتناهى. مزيج كان زمان الناس ما تعرفش الا الوان الطير، وبعدين دلوقتي بعد ما تقدم الصبغ والكيمياء ومش عارف ايه يخلق لك من اللون الاسود ويحط عليه شويه مش عارف ايه يبقى لون ايه، وده لون ايه. الوان لا ايه؟ لا تتناهى. ولذلك لا يستطيع كيماوي مهما اوتي من دقه التكوين في العقاقير انه يديك لون ويقول لك انا هجيب لك لون شكله كذا وبعدين يعمله مره ثانيه شكله. مش ممكن. ولذلك قلنا ان الناس اللي صناعتهم البويا يضربوا الاشياء بويا، لما يحب يضرب بيت بويا ما تفتكرش انه بيعمل كل شقه ولا بيعمل كل اوضه يضرب لها لون، الا ان كان اللون بقى يجي معبأ في ايه؟ في علب ونسب معروفه، ويقوم يضرب البويا بتاعت الشقه كلها مره واحده عشان المزيج يطلع ايه؟ واحد. انما هو لما يعملها النهارده للاوضه دي وبعدين يجي يعملها للاوضه الثانيه ما يضمنش. انت لا يمكن اتحدى ان يوجد واحد ويعمل، لازم يعملها كلها ايه؟ قال لك لان الالوان المتوالده لا تتناهى، اموال لا تتناهى. يبقى ما دام لا تتناهى لا نستطيع ان نضع لها الفاظا، يبقى نشوفها اول وبعدين اللون ده يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ ونقدر ايه؟ نحدده. اذا فصفراء ساعه انت ما تسمعها يوم ياتي اللون الاصفر كما تعرفه في ذهنك. وفاقع كل لون من الالوان له وصف يناسبه، وهذا من دقه التركيب اللغوي في اللغه العربيه. اللغه العربيه عندها دقه، زي ما قلنا ان ما يقولش قعد وجلس معناها واحد، لا، في المعنى العام معناها واحد، انما قعد لازم عن قيام، وجلس لازم عن اضطجاع. كان مضطجعا فايه؟ فجلس. كان قائما فقعد. ما تقولش رأى زي نظر زي لمح زي رمق زي لحظة، دي في المعنى العام واحد، انما كل لفظ له ايه؟ له عبارة. رأى بجمع عينيه، لحظة بموقه، مش كده؟ رمق خدها خطف كده، يبقى كل حاجة لها ايه؟ وقلنا كمان مثلا لما نكون الانسان مشتاق لشيء، ان كنت مشتاقا الى الطعام يقال لك ايه؟ جائع، مش كده؟
وإن كنت مشتاقا إلى الماء يقال لك عطشان. إذا فالشوق إلى الطعام له اسم، والشوق إلى الماء له اسم آخر. وإن كنت مشتاق إلى اللبن يقال عيمان، وإن كنت مشتاق إلى اللحم يقال لك قرم، يقال إن كنت مشتاق إلى العملية الجنسية يقال شبك. يبقى كل شوق إلى حاجة له إيه؟ له لفظ. فكذلك وصف الألوان، لما تيجي تبالغ في اللون الأصفر تقول الأصفر إيه؟ فاقع. طب وأبيض تقول أبيض ناصع أو أبيض يقق ناصع. طب وأسود تقول أسود حالك، ها زي الليل يعني أسود إيه؟ حالك. أو أسود مدهام، مش كده؟ وتقول أحمر تقول أحمر قاني. وتقول إيه؟ أخضر ناضر. يبقى كل إيه؟ كل لون له إيه؟ له وصف يختص به. صفراء يناسبها إيه بقى؟ فاقع، يعني الصفرة بتاعتها إيه؟ شديدة أو فاقع. تسر الإيه؟ تسر الناظرين. برضه رجعوا تاني بقى بعد قال افعلوا ما تؤمرون، برضه رجعوا تاني إلى إيه؟ برضه مما يدل على غبائهم ان ربنا علمهم في الجواب الاول انكم لا تسالون عن الماهيه، ما تقولوش ماهيه، وكان يجب ان تسالوا عن حال في الماهيه وهي ما سنها. قاموا يا عيني يتعلموا من دي علمه قالوا ما لونها، وبعدين ما عرفوش يجيبوا حاجه ثانيه قاموا قالوا ما هي تاني ما هي تاني. قام علمهم علمه ثالثه قال لهم دي بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يبقى قال لهم لما تحبوا تسألوا بقى السؤال الثاني ما كنتوش تقولوا ما هي بقى، تقولوا يعني ايه حالتها بالنسبة للعمل، عاملة ولا مش عاملة. فقال لهم لا، انا عايزها ايه؟ لا ذلول تثير الأرض. ذلول يعني ايه؟ انا لا اريدها ذلولا. ما هو الذلول؟ الذلول هو المروض الممرن الذي يتطامن لمهمته. ما يكون عندك حصان كده ومربيه يقول لك ما بيركبش الا بعد ما يمرن، يدرب، يساس. ايه؟ يساس، ولذلك بيبقى له سايس. سايس يعني ايه؟ يقعد ايه؟ يؤنس ظهره بشيء عليه بايده، يملس كده. يقوم هو يفهم انك انت لما وضعت يدك على ظهره انك تكرمه وتدلكه، يقوم يستنم ايه؟ يستنم لك. لو جيت انت اديته اول احساس بشيء على ظهره انك تركبه ماذا يصنع؟ يقفز بك ويبقى شرس شموس. يقوم تروضه يعني ايه؟ تمسح على معارفه، مش كده؟ تدلكه سيقانا، مش كده ولا لا؟ يمسح بالعنق، يمسح بالساق، اسمه ايه؟ وبعدين يجي يركبه وينزل على طول كده مره، ها؟ وبعدين ايه؟ يركبه وياخده على المرعى عشان لما يجي يفهم انه هيتركب هيروح لمصلحه، يركبه كده ويروح له الميه. معنى ذلك ايه؟ يأنسه. ولذلك اسماعيل هو اول من انس الخيل. الخيل دي كانت حاجه وحشيه محدش يقدر يستأنسها ابدا. او سيدنا اسماعيل هو اول من ايه؟ من أنس الخيل، من ساس الخيل. وكلمة سياسة الخيل دي أصلها السايس، ويمكن احنا نسمعها برضو في لغتنا. ده سايس يعني بتاع ايه؟ بتاع خيل. كأن اللي بيقدر يسوس الخيل ده يبقى إنسان ماهر في ترويض الأشياء. ولذلك سمي الماهر الذي يرتاض على حكم الناس سياسي. سياسي مأخوذة من ايه بقى؟ من ساس الخيل. ادي الاصل فيه. قال انا اريد البقرة ليست مذللة، يعني لسه ايه؟ خام، مش مروضة للركوب وللعمل. لا 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 ذلول تثير الارض، يعني تقعد تحرط وتعمل. لا، من انا عايزها كده خام. ولا تسقي الحرث، لانهم لما كانوا بيذللوها عشان يركبوها وعشان يحرسوا بها الارض وعشان يدوروها في الدواليب والسواقي يمتروا الايه؟ الارض. قال لا، انا عايزها لسه زي ما يقول لسه ما اندعكتش، مش مروضه لسه خالص كده. انا اريدها لا مذلله
تحرث الارض ولا تسقي الايه الحرث. مسلمة لا شية فيها، مسلمة من كل العيوب. مسلمة يعني لو ابنها مثلا مشروم ولا فيها دبر من هنا ولا طلع، لا ابدا، حاجة ايه سليمة قوي. لا شية فيها. انتم ساعة ترون مثلا حصانا او بقرة لونها اصفر، انما تلاقي فيها بعض البقع حمراء، بعض البقع ايه سوداء، بعضها بقع ايه بيضاء، لطش كده في قال انا عايزها ما فيهاش حاجة ابدا، لا شية فيها، ما فيهاش علامة الا في الايه، الا انها صفراء. ودي بقى يعني مسألة، ده وصف ايه دي؟ ما هم شددوا، هم شددوا فشدد عليهم، قال لهم بقى ما دام عمالين بتنتوا في الاسئله خدوا بقى اللي انا عايزها، لا ذلول تثير الايه ولا تسقي الحرث، ومسلمه من اي عيب فيها بالك، ولا شية فيها، يعني لا لون يخالف لون الصفرة الفاقعة. طيب قاموا بقى لما عرفوا المسائل كده وبتاع قالوا ايه الان بقى جئت ايه، جئت بالحق يا ولادي الايه، اكن اللي فات ده كله خارج عن نطاق الحق. هو اللي فات ده من المشرع ولا من المنفذين للتشريع؟ اللكلكه اللي حصلت دي المشرع لم يقل الا اذبحوا بقره، اللكلكه جت من مين؟ جت من كنتم. قالوا الان جئت بالحق. هم كان اللي عمال بيخليهم يفتقوا في الاسئله ان هم كانوا عايزين الحق، هم كانوا عايزين، لكن لما اسقط في الان جئت بالايه بالحق، ولما خجلوا من نفسهم وانا ان شاء الله لمهتدون، ما دام فكروا ان شاء الله لمهتدون يبقى مش هيجي ايه كلام وتبقى تنتهي الايه وتنتهي المساله. كلمه لا شية فيها، انتوا تعرفوا تسمعون كلمة وش، والوشي المنمم، ووش الشيء زينه بالله، مش كده؟ لأن البقع عادة ايه لما يجي يوشيه كده، يوشي الثوب يقوم يعمل فيه ايه زخارف كده وحرير وبتاع، يعملها توشيه، اهي دي من الايه من الوش. فبيقول لا شيء فيها يعني مش ايه ما فيهاش شيء من اللي بيطرأ على الايه على الأصل. قالوا طيب فذبحوها، خلاص انتهت المسألة. وما كادوا يفعلون، ذبحوها صحيح، لكن ذبحوها عن كره، لأنهم ما قاربوا أن يفعلوا. إذا مرة في الفعل ومرة في مقاربة الفعل، تقول ايه لم يكن فلان كريما، يبقى نفيت عنه الايه الكرم. لا يكاد فلان يكون كريما، مش يبقى كريم، يقرب بس كده من الله. فاذا نفيت القرب في شيء يبقى ابلغ من نفي الشيء ولا لا؟ لم يقرب ان يكون كذا، لم يقرب، قال لك ما دام قال لم يقرب ان يكون كذا يبقى معناها انهم كانوا حريصين على انهم ايه ما يذبحوش. ليه؟ أم قال لك للتلكؤ والتمحك اللي هم في طبيعتهم، لأنهم مش حريصين قوي على تنفيذ الإيه؟ على تنفيذ المنهج. إذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا أقل من أن يماطلوا في ساعة تنفيذ المنهج. أهو شوية تأخروا شوية، أهو إيه؟ اتأخروا شوية. ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا، ساعة ما تسمع الايه الحاجة ايه سارع، لأن المسارعة إلى تنفيذ الأمر دليل منك على عشقك للآمر. عاشق الآمر بمجرد ما تجري. ولذلك تلاحظ هذا في أي أمر توجهه إلى من تحب. فإن قلت له مثلا أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، تلتفت تلاقيه أما منطور، تقول له يا شيخ مش دلوقتي، يبقى بعدين. يقول لك لا معلش مش عارف. الله، أنت اللي تقول له إيه بعدين، وهو بده ايه ويريد ان يسارع في الايه في التنفيذ. ودي بتحصل لنا كتير، يقول له يا اخي ما تبقاش مسؤول كده، مش دلوقتي مش عارف، انت اللي ايه ما كادوا يفعلون، اما للمماحكه او لبطئهم في اجراءات التنفيذ لانهم لا يعشقون المكلف،
او لان العقبة ستكون في انهم يعز عليهم انهم يجدوا هذه المواصفات. المواصفات صعبة قوي بقى، كل ما يجي يجيب قيد، لانك حين تطلق الحقيقة افرادها يبقوا كثيرين، حين تقيد الحقيقة تبقى بتقلل افرادها، مش كده ولا لا؟ لما اقول له مثلا ايه، اذهب لتشتري لي مثلا ثوب صوف، اطلاق، تبقى تروح تجيبه من اي ايه، تقول له مثلا من سوق المسكي، يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى ما تقدرش تروح ابدا في اي حته غير سوق المسكي. وبعدين من التربيعه، وبعدين من عند فلان. انا مش راضي اقول له يقول ده دعايه. مفهوم ولا ايه؟ يبقى اذا كل ما تجيب قيد ايه اللي يحدث؟ الافراد تقل، الافراد. فلما قال اذبحوا بقره كانت اي بقره كافيه، انما بقره لا فارض ولا بكر عوان يبقى هيقلل الافراد. الفارض تخرج، مش كده؟ ها؟ والبكر تخرج، تبقى قللت الافراد ولا لا؟ وتفضل العوان. بقى كانت اي بقره ايه؟ تكفي. الان بقت الافراد ايه؟ قلت مين؟ ايه اللي خرج؟ ما هو القيد الذي يقلل معناه انه يخرج اشياء ويبقي اشياء. فقوله لا فارض ولا بكر اخرج الفارض واخرج الايه؟ يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى فضل الايه؟ العوان. وبعدين لما جم في السؤال الثاني قال ايه؟ خرجت العوان اللي غير صفراء، مش كده؟ طب وخرجت العوان اللي صفراء ولونها مش فاقع، وخرجت العوان اللي صفراء ولونها فاقع بس لا تسر الناظرين، يبقى الافراد قلت ولا لا؟ حتى العوان اللي ما فضلش اللي هي دي افرادها بقت ايه؟ قليله. ليه؟ قال لك لان مطلق صفراء ما تنفعش، يبقى عايز صفراء وصفرتها ايه؟ فاقعه. ادي قللت كمان، وتبقى صفراء وفاقعه انما ما تسرش، يبقى قللت الافراد ولا لا؟ طيب هاتها بقى صفراء وفاقع لونها وتصر الناظرين، وبعدين هات الكلام الثاني بقى، لا زلول قلت ولا لا؟ تثير الارض ولا تسقي الحرث، قد لا تثير الايه؟ الارض ولا تسقي الحرث، انما ايه؟ مش مسلمه. طيب قد تكون مسلمه ولكن فيها شيء، يبقى بتقل ولا لا؟ يبقى اذا كل ما جاءت القيود كلما ايه؟ قل العدد والافراد. لما يقل تبقى فيه ندره ولا لا؟ يبقى الندره دي تخلي من الصعب انهم يجدوها ولا لا؟ من الصعب انهم ايه؟ يجدوها. ولكن انظروا الى استغلال التمحك والتلكؤ اللي عملوه لخدمة قضية يقينية اخرى. ليه؟ قال لك لانها ما دام نادره تبقى مش هتتكرر في كتير، وما دام مش هتتكرر في كتير يبقى تكاد تكون معينه ان هي ده، هي ما فيش غيرها. ولما تكون معينه ان هي دي ما فيش غيرها يبقى صاحبها يتحكم في ايه؟ في ثمنها. وربنا عايز حكايه صاحبها يتمحك في ثمنها دي، وعايز ياخدها باغلى الاثمان لانها تخدم قضيه يقينيه اخرى. ايه القضيه اليقينيه اللي عايز يخدمها؟ قال لك كان هناك في بني اسرائيل رجل صالح، ومع دام رجل صالح يبقى بيتحرى الايه؟ الحل في ايه؟ في كسبه، ويتحرى الحل في ايه؟ في انفاقه. وبعد ذلك حضرته الوفاه، وكانت عنده عجله وله ابن وامه. فلما حضرته الوفاه ماذا يصنع وما عندوش الا ايه؟ الا ابنه. قالوا فقال اللهم، خدوا بالكم من دي قوي لانها هتدي قضيه يقينيه ايمانيه تعدل سلوك الناس في اهم قضيه تشغلهم. فقال اللهم اني استودعك هذه العجله، يعني مش هخليها عند فلان ولا عند فلان واقول له ربيها عشان ابني لما يعني كده يكبر تبقى تنفعه. لم يجد امينا الا يد الله. اللهم اني استودعك هذه لولدي
واطلقها في الغيضة، اطلقها في المراعي ولا سابها كده اهو الله، ولا عقلها ولا وصى لها حد ابدا، الا انه قال لامرأته انا حضرتني الوفاة وانه انا لا املك الا هذه العجلة، انا لا اجد قد امن من ايد ربي، فانا استودعت العجلة الله لولدي. طب هي فين؟ قال لا اطلقتها في الايه؟ في الغيضة، مراعي كده اهو. فلما كبر الولد قالت له امه ان اباك قد ترك لك كذا واستودع الله هذه في الغيضة. قال يا وما يعني اين اذهب لها؟ قالت الا تكون كابيك؟ ابوك استودع توكل فاستودع، وانت توكل فاسترد. توكل فاسترد. فذهب الى الغيضة وقال اللهم رب ابراهيم ورب من، او قاعد بقى يدعي رد علي ما استودعك ابي. فاذا بالعجلة تأتي اليه وكانت ترد يد كل انسان يقبل عليه، فاذا بها تأتي فاخذها. طبعا تصوروا بقى هذه الفرحة، ودخل على ايه؟ على امه. فلما دخل على امه وهو مر بها كده، شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح، قاموا قالوا والله دي هي الايه؟ دي هي المواصفات. ذهبوا للولد في المرعى وهو بيرعاها، طلبوا منه شرائها فقوموها له، والولد رضي بثلاث ايه؟ دراهم. الله، ولا بثلاث دنانير. فقال انا لا ابيعها حتى استشير امي، لانها شرطت علي ان لا ابيعها حتى استشيرها. وكان الغلام برا بامه. طبعا اللي يتربى من اب زي ده وبتاع وحاجه ده يبقى ايه ده؟ ده لازم يبقى يعني ابن حلال قوي. ولذلك حكوا عنه في انه كان في ليله في نهاره للاحتطاب بقى، يلم حطب من في نهاره، وفي ليله يقسمه أثلاثا، ثلث يقومه لله، وثلث يكون تحت قدمي أمه، وثلث ينامه. فإذا ما أصبح النهار ذهب فاحتطب، طول النهار يحتطب، فيأخذ ثلث ما يحتطبه لأكله، وثلث ما يحتطبه يتصدق به، وثلث ما يحتطبه يديه لأمه. إذن فحياته في النهار أثلاث، وحياته في الليل أثلاث. فلما رؤيت البقرة عنده قالوا هذه هي الايه؟ هي المطلوبة، فصلوها طلعت بثلاث دنانير. فقال حتى أشير ايه؟ أمه. فقالت له لا لسه شوية. فرجعوا قالوا ايه؟ 6 دنانير واشور امك. قالوا لا نديك 6 دنانير ولا تشورش بقى. قال لازم اشور. برضه رجع، وبعدين رجع تاني ادوله 12 ولا تشورش. قال والله لو وزنتموها دهب ما نبايعها الا اذا استشرت امي. فاخذوها بملء جلدها ذهبا. هذا هو ما استودع الله، استودعها الله فصانها، وكانت ترد يد كل مقبل عليها. وخلق الله لبني اسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المطلوب الا هذه، لانها وديعة الله. يبقى غلاها ولا لا؟ غلاها. وبعد ذلك انظروا بقى الى النكاية في التلكؤ وفي التمحك. هم عارفين مين بيحبوا الفلوس، وسرقوا برضه الفلوس من المصريين وهم خارجين، والذهب ولا بيحبوا الكلام ده قوي. يقوم ربنا برضه نظير التلكؤ دي يخليهم ياخدوها مش باضعاف اضعاف 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 اضعاف، ويكوعوا ملء مسكها ايه؟ ذهب. ملء مسكها ذهب. دي قصة القصة. طيب فقلنا ذبحوها، فقلنا اضربوه ببعضها. تلك الهزة العنيفة العقدية الجديدة
بقى ديك الهزة اللي هو استئمان الله. الهزة الثانية بقى فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوا مين؟ القتيل. قصة القتيل ان برضه كان هناك رجل ومالوش وارث الا مين؟ ابن عمه. واستبطأ الولد، استبطأ قال لك مالوش وارث الا انا، فان ايه نقتله علشان نخلص من الحكايه دي. طمعوا برضه في ان هو مش يقتله علشان يورث، لا، راح مجرجره ووداه في حته في محله بعيده عنهم علشان ياخد الديه من اهل المحله كمان. شوف المنشار. لما وجد في اهل المحله ادعى هو انهم هم اللي قتلوه، فاهل المحله نفوا ذلك عنه. فهذا قول الله: واذ قتلتم ايه نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني ايه؟ الدرء دفع الشيء حين يجيء، تدرأه عنك كده، تدفعه. كل واحد بيدفع الجريمه عن ايه؟ عن نفسه. فادارأتم اي ايه؟ اي كل فرد منكم يدفع الجريمه عن نفسه. بيدفعها عن نفسه، مش ضروري يوديها لتاني، المهم انه يدفعها ايه؟ عن نفسه. طبعا التشريع ما كانش جه بحاله زي دي لموسى، والا لو كان التشريع كان جه بحاله زي دي كان فيه وسيله لمعرفه الايه؟ القاتل يا بيت المال لان في مثل هذا افرض ان قتيل وجد في قريه وبعد ذلك ايه نقوم نجيب اهل القريه ونحلف ناخد 50 من وجوههم وعينهم يحلفوا ايه؟ يمين انهم ما قتلوه ولا علموا ايه؟ قاتله. فان كانوا اقل اهل المحله دي اقل من 50 قالوا تكرر الايمان حتى تصير الايمان 50. يحلفوا انهم ما قتلوه ولا عرفوا لا قتل، يبقى بيت المال يتحمل الايه؟ يتحمل الدين. بعد ذلك لكن الله يريد شيئا اخر يرد به على جحود بني اسرائيل لليوم الاخر. نعم، شوف عايز يخدم قضيه ايمانيه عشان تعرفوا ان القصص مش جاي بس كده يعني حدوته، ده علشان تنبع منه العظات، تنبع منه العبر، تنبع منه الدساتير اللي تحكم قضيه الحياه. فجه قال اضربوه ببعضها، ببعض المذبوحه، والذبح إراقة فري الأوداج وإراقة الدم ويموت معناها. شوف بقى العظمة بقى، أن يؤخذ جزء من ميت ليضرب به ميت فيحيا. هذه العظمة اللي جاية، هذه القضية. يبقى إذن المسألة اللي انتوا بتشكوا فيها، لا ده أنا مش هخليه حي ويحييه، لا، يمكن تقولوا ده الحياة عادته فحية، أنا هذبحها ومموتها عشان تحقق الأشياء اللي فاتت دي كلها، وبعدين قال خدوا بضع منها، حتة منها من الميتة ده ويضربوه ببعضها. كذلك يحيي، ولذلك مش قال علشان يحيي، التفت إلى القضية الأصيلة التي سيقت القصة من أجلها. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموت. الله، اذا دي مش جايه عشان نقوم القتيل ونعمل العمليه دي، ده جاي عشان تثبت قضيه قضيه ايمانيه. وقضيه ايمانيه ازاي؟ ام قال لك هو جزء من ميت، البقره اندبحت ولا لا؟ اندبحت. والجزء من المذبوح يبقى ميت ولا لا؟ يبقى ميت. خذوا الميت واضرب به الميت تنشأ الحياه. يبقى دي تيجي ازاي؟ ام قال لك لان المساله ليست اسباب حياه ولكنها مسبب حياه في كن فيكون. اسال الله سبحانه وتعالى